كانت كبيرة في كأس الكاف بعد هزيمة النادي الرياضي القسنطيني سهرة اليوم أمام نهضة ربعة لزيرو. فكرتونا بمراكش، فكرتونا بالرباعية التاريخية. اش هادشي الكراغله؟ واش ما كتاكلوش الخبز؟ واش ما كاين لا كالسيوم لا حليب لا 4 ما مركيتو حتى شي هدف. فختوا لنا راسنا والجماهير ديالكم في قسنطينه. دابا حلوا الحدود نجيو ندير دابا شكون اللي دار الاخر حدا ولا نشوفوا واش قالوا الصحافه ديالو. باش كانت كبيرة في كأس الكاف بعد هزيمة النادي الرياضي القسنطيني سهرة اليوم أمام نهضة بركان برباعية كاملة 4-0 في مباراة كان فيها النادي الرياضي القسنطيني خارج الإطار قبل لقاء العودة. على وقتاش انتم كاينين في الإطار؟ الأحد المقبل بملعب الشهيد حملاوي محمد قاسي سعيد. حضرنا اليوم للقاء لم ينطلق فيه بقوة أشبال مضوي 14 ثانية الهدف الأول، أسرع هدف والله إلا قراتكم بركان كورة. بعدها هدف ثاني، ثم في الشوط الثاني أيضا ثنائية رباعية كاملة تجعل من حظوظ التأهل أو البقاء في البحث عن التأهل ضئيلة جدا محمد. لكن احنا تكلمنا على هذا الفريق تاع نهضة بركان. نهضة بركان قلنا بأنه فريق قوي حائز. ايوا الحمد لله ملي ما قلتوش القجع راه الحمد لله. والصراحه الاهداف د بركان ما كاين كاع اللي غادي يشكك فيها كامله. حيدوا لهم عاد واحد الهدف يا سلام، عرفتي ديك اللي دوز حدا الرجلين ديال الكارديان. يا سلام على بيت كون ماشي لورج. فريق قوي جدا، فريق اللي عنده 60 نقطه، يعني هرب على الوصيف ب 18 نقطه رضوان. نعم ايوا انت راه الناس كيلعبوا كره، ما كاين لا قجع لا كولاسه لا التحكيم لا التلعبه. صافي بركان كتلعب كره خصنا نعترفوا على الاخوان بهذا الشيء اللي كاين. بركان كتلعب كره سالينا. وكنت انا شفت بعض المقابلات تاعو في كاس الكاف دار نتائج ايجابيه. اليوم شباب قسنطينه كان خارج النطاق، وراه حنا اللي قويين. ما تزاد الا قباح اش غندير؟ حنا اللي خليناكم توليو خارج الاطار. الحظ اليوم يعني النكسة كانت ثقيلة، رباعية كاملة. عمار عمور، ماذا حدث اليوم للنادي الرياضي القسنطيني في هذا المباراة؟ ماذا حدث؟ درنا لكم داكشي اللي كنتو كتقولوا في التريبيل في المدرجات ديالكم، غادي تدخلوا ديروه للمغاربه. حلوا الحدود نديروا لهم. نحن نعرف انه الدربيات المغاربيه في ادوار متقدمه في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، في دوري ابطال افريقيا تكون صعبه، تكون المباريات مغلقه حتى ذهابا ولا ايابا، لكن تنهزم برباعيه كامله وتمد وتظهر بهذا المستوى. اكيد كاين اسباب. الصراحه راه مازال ما ضمنش بركان التاهل، راه مازال الروتور. راه شفنا لي فار كيفاش كانت قريبه من التاهل بعد ما خسرت ليه في مصر. اذا بغينا بركان نزيد لهم واحد 4 اخرى. 4 عليه. يا ريت تكون غير نسحبوا بسبب الخريطه، كون شدوا 3-3 دابا 4-8 بزاف. يعني القيمه والكتله تاع الرواتب تاع هذا الفريق، حتى اللاعبين الافارقه اللي لعبوا مع نهضه بركان مستوى عالي. كاين كامارا اللاعب رقم 6 ياكل الاخضر واليابس في واخا كيبان لي ثقيل كاميرا ياكم الاخوان، تقطعوا لي واحد 2 كواري راه واعر زوين. الديفو ديال واحد شويه الثقوليه في خط وسط الميدان. السلام عليكم. وعليكم السلام السي انوار، كي داير السي انوار؟ كلشي بخير هانيه. ندوزو الفيديو اخر. 4 وليتو ضحكه. كلشي كيضحك عليكم الكراغله. كنتو هانيين كنجيو للمغرب تهزوا 3 ديال البيوت وتخسروا فورفي وتمشيو بحالكم وكتلقطوا السبه بسبب الخريطه. نط كلاتكم الدوده بغيتو تحيدوا الخريطه هزيتوا 4. او واحد مور واحد يا جدك. خليهم. الا كان 9 مليون مجنون في الجزائر اقسم بالله هذا المغرب تا غير 45 مليون جزائري كلهم حماق. 4 لا بولمو يا جدك. بغيتي دير الخريطه غنعطيوك 3 كلاتك الدوده وحيدتيها غتهز 4. حسب معايا واحد راه يقدروا
يمنعوا عاود بركان باش يقول اللهم 3 في الروتور. مغربي عندي افريقيا شباب فلسطينه. والله الا نتوما شوف العاطفه المغاربه كتغلب عليهم العاطفه وكيتاثروا ودغيا كينساو. هاد الجمهور دابا اللي وي كيقولوا هذا دابا فينا زوينه لانهم كاينين في بركان ما كاينينش في الجزائر يا اخو. ها انت شوف مغربي عندي افريقيا. شكون هذا كيرحب بهم؟ ما تقوليش داك التيغر عاود مشى كيجري باش يرحب بهم. مغربي لا حول ولا قوه الا بالله. مشى كيجري باش يرحب بهم. عندي افريقيا شباب فلسطينه. اسمع اش كيقولوا عليك انت قلتي مغربي. الا انت مغربي اسمع اش كيقولوا عليك. اسمع مازال طيط المغاربه مازال. سمعتي ولا لا؟ نعاودها لك. عاود ركز معاه مزيان. انت عاود اسمع اش كيقولوا. اسمع رحب بهم ديهم لدارك. اما احنا لا يشرفونا باش نرحبوا بهم. هما كانوا كيسبوا الامهات ديالنا وكيسبوا المغاربه وكذا. احنا راه ما كنساوش هما مدلولينش. ما كنتسناش انا واحد جزائري يقول لك ويا رحبتوا بينا زوينين المغاربه. لا ما عندي ما ندير بديك الهضره. احترمني نحترمك. قدرني نقدرك. بلا هذا الشيء ما عندي ما ندير بك. دير قليل اللي فيه النفس. هذه رسالة للأمة الجزائرية. أي على بالكم المباراة هذه كي خسرنا فيها 4-0 ضد المراركة ما كاش منها. كيف يعقل يستقبلونا بالرقادة أي ويرقدونا في تيرانهم. احنا اللي درنا كرة القدم هذه. احنا اللي دخلنا كرة القدم البرازيل. أي كرة القدم كي كانت مربعة احنا رديناها دائرية. ولو نخسروا الماتش لوتور ان لازم نلعبوا الفينال. احنا قوة ضاربة وهذا المباراة هذه هي مباراة سيادية. عرفتي بركان قراتهم كره. قسما بالله الا قراتهم كيفاش كتلعب كره. بحال شديتي شي وحدين دابا جبتيهم من الزيرو وديتهم لوحدين محترفين باش يشوفوا كره كيفاش كتلعب. راح يبقاو حالين فمهم واحد الوقيته. الدبزاك حلا على دجاج البرازيل. دخلوا لهم عاود شي العصا نايض عليه. انت ديما نتوما العصا الطوابير الزحامات مالكم على هاد المجاعه. صح مالكم على هاد المجاعه. والله يا خو ما رانيش مأمن روحي باللي راني في المروك وباللي هذه راهي المروك. يا منذ غادي يبقاو كيحرقوا منذ غادي يبقاو في البلاد. ما كانش يسحب لي يا خوتي المروك دايره كيما هاك. والله يا خوتي الله يبارك كيما كتشوفوا هذه ماهيش المروك. هذه لوس انجلوس ولا نيويورك يا خوتي. هذه ما هيش كازا. هذه شوفوا الله يبارك شوفوا. والله اخي الناس راه خدموا. والله يا خو ما رانيش مأمن روحي باللي راني في المروك وباللي هذه راهي المروك. اودي هذيك المروك غير عطينا اتساع. رجع لبلادك. ما هذيك راه المروك. الجزيرة وقطر دابا نتوما غير فهموني. عندكم مشكل مع ميرسك المغرب مالو. عندكم مشكل معاهم حلوا مشكلتكم بعيد علينا. ايش ماشي باش تنتقموا منهم تحرضوا الشعب المغربي وديروا الفتنة في البلاد. حقا ما حقا راه سفينة تابعة لشركة ميرسك في ميناء طنجة وهز السلاح وغدا به الإزرائيل. سمعاش قالوا. وهذا الشيء راه بدون أدلة. والنعاج ديالنا اللي غير مسروحين غادي للمرصى. ترزنوا شويه وخدموا عقلكم شويه. ما عندهم لا أدلة والو. وكتلقى واحد خوتنا بعض المغاربة مسروحين ما فاهمين والو. كتلقاهم هما الاولين كيتسابقوا للميناء وهازين العلم ديال فري والغوات والحيحه ويضرب في بلادو وفي الملكيه. والله يعطينا غير وجهكم. ما كرهتش انا يفتحوا. شوف ديروا لنا واحد المكتب ديال دوك اللي كيموتوا على فلسطين وكذا يمشيو. تسجل عمر الطياره سير. كتيري في بلادك دابا وحدين فاتحين المول تما وكيشطحوا وينقزوا. راه علامه استفهام. راه بلادك هي الاولى والا ما كنتش هي الاولى سير. الا عندك شي حاجه هي الاولى سير ليها. سير
راه فاش كتشوفهم كيضربوا في بلادهم، راه حنا في واحد الوقت اللي صعيبه. راه الملف الصحراء دابا راه وصل لواحد البلاصه فين غادي نختاروا واحد، ماشي غادي نختاروا الامر، غادي له حنا الجوج ديال الاختيارات. اما غادي يتسد الملف ديال الصحراء وغادي نديو الصحراء كذا، اما غادي ترجع القضيه ديال ضرب منين والروينه فهمتي؟ ما بغيتش نقولها الكلمه هي الحر. المهم اللي ما بغيناش اننا نوصلوا ليها في هذا الوقيته الحساس، والناس خصهم يكونوا يد وحده، والمغرب يكون مستعد لاي حاجه. نوضوا حنا بدا نغوتوا على وحدين اللي هي كينشطوا فاتحين المولو كينقزوا يشطحوا، وحنا هنا نوضوا بالبلا ونضربوا في بلادنا. للاسف دوزوا الفيديو اخر. شباب قسطنطينيه ياك ولا خوا مرحبا بكم. كي تغلبوا على حسابي روحوا تاكلوا. انت دوك اللي كيقولوا لك لا انتم غادي تعيدوا نجيبوا الشوا، قال لك نجيبوا اللحم حتى للحدود. المغاربه هيا بين بركان والسعيديه جيت لوطيل ديالكم فوق شويه خوا لا دا شباب قسطنطينيه ياك. الجارديان ديالهم مسكين كيتمركع عليه، يقولوا ليه اللعابه اللي معاه، كيقول ليه اش هادشي، كيقول له ما عرفتش ما فخبا ما كنفهم والو. تدخل الكره اش ندير لك؟ هذوك الجنون هذوك البراكنه كيطيروا بحال مع الطيور. كنت عارف بلادي خرخرون بركان، ولكن ما كناش عارفين غادي يديروا 4 بركان. بغينا 4 اخرى، الله يرحم لكم الوالدين. في الروتور بغينا 4 اخرى من الجزائر، عرفتوا ضربوهم ب4 في الجزائر. واخا الشعباني عاود راه عقليه تونسيه، الخبط الكره غادي يمشي تما بدا ينعس ليه. هادي الله الى عالم. الاخوان وصلنا اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب من طنجه الى الكويره. السلام عليكم.